السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص العشرية السوداء. ديروا جيم وابوني ويلا نبداو. تقول مولاة القصة باللي حكايتي نسميها ليلة من العشرية السوداء، ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. يسموني نرجس، هكا سمتني يما العزيزة. أنا من ولاية في الشرق الجزائري، ربيت في وسط عائلتي كامل، بابا جدي خوالي عمومي عماتي ويما وبابا فاميلة فيما بيناتهم، وكامل ساكنين في دوار واحد. أنا الطفلة الثالثة في الترتيب، يعني كاين خويا واختي قبلي، من بعد أنا ويجي مورايا خويا اللي بعدي. كان الوقت بالضبط في سنة 1995. يما حنونتي كانت تخليني نخرج نلعب مع ولاد عمي وولاد عم ماما. أنا فاميلتي كبيرة كما قلت لكم، جايين دوار واحد وكامل عندهم الولاد والبنات ونلعبوا مع بعض. كنت في هذاك الوقت مولات 12 سنة هكاك. كنت كي تلحق ل 12 تاع الظهر نفطر بالخف باه نخرج نلعب، وما كنتش نحب نعاود نولي للدار. بسكو يما ديرها سبة وتغلق عليا الباب، تقولي بركات اليوم اللعب، واصلا ما كانتش تخليني نخرج تاع بزاف غير بالتحلال. يما تعيشي خليني نخرج شويه ونرجع، وهي رايحه. واحد الخطره كنا نلعبوا قدام جنين تاع جدي، وهو موصينا ما نخلطوش في عفايسو وحوايجو. كان قبيح وما يحبش على شجر تاعو، وكان عنده مام البقر والنعيج، وكانوا الكبار فينا كيما ولاد عمي وخويا يسرحولو ولا يرعولو بيهم. المهم احنا وباه ما يعيطش علينا ورحنا جهه الواد نلعبوا، ولعبنا واحد اللعبه تاع نجيبوا الماء من الواد ونحطوه فيه بدون كبير بزاف، واللي عمره كاع الاول هو اللي يربح، والجائزه تاعو هي 5 حبات شينا. راحوا وليد عمي واللي اسمه كان اسامه للواد وسبقنا عليه، وقعد يحمل في الماء ويفرغ. راح 2 خطرات ولا 3 وحنا مازلنا في بدون الاول. كان سريع والبنيه تاعو تسمح له يرفد بزاف، ماشي كيف احنا مازلنا في بدون الطروازيام، احنا نروحوا نجيبوه ونفرغوا. وفجاه خرجوا لنا ناس ما نعرفوهمش شكون. واحد فيهم حكم اسامه وليد عمي وقال له انت يا فلان بن فلان، اروح هنايا راني نحتاجك وصنت لي واسمعني مليح واش راح نقولك. ولد عمي اسامه كان فاهم واش يحوس من عنده، اصلا عارفه باسكو كانوا يحكولوا عليه صحابه، ويسمع كبار الدوار يهضروا على هذا اللي اسمه احمد، وباللي راهو في جماعه ارهابيه اسمها جيا. بصح احنا البنات ما عرفناهمش واول مره نشوفوهم. المهم قالوا وليد عمي واش تسحق عندي، حكموا من كتفه قالوا روح عند جدك وقول له قال لك احمد لاقيني عند الواد الكبير. كان هذا الواد في وسط الغابه، واللي كانت غابة تخوف ومعمرة بالإرهاب، وصرات فيها بزاف اقتلاع تاع ناس مظلومة وما عندها حتى ذنب، ماتت فيها وتقطعوا رصانهم ويديهم. المهم بعد الكلام اللي قاله له مشينا مع ولد عمي للدار كيما رانا، وقال لجدي واش قالوا هذاك الإرهابي الخبيث. كي سمع جدي هدر ترفد يده ومدلو كف. واش داك ليهم راك عارفها مشكون ولا انت تصدم برك هكاك؟ قال له ايه جدي على بالي به ارهابي، خفت ما نسمعوش ويدي بنات عمي اللي كانوا معايا، واش راح ندير؟ قال له جدي يسكت وطير طير عليا وما كان له واحد منكم يخرج اليوم برا. وبقى يعيط اغلقوا البيبان دخلوا العجل الكوري. جا بابا وكل عمامي في هذاك الليل، ومام جا ولاد عم بابا وتقريبا كامل الرجال تاع الدوار عند جدي، خاطر هو الكبير. قالهم تلموا كامل في دارنا وفي هذيك الليلة، وقالهم جدي باللي الإرهاب راهم يحوسوا عليا، وعلى بالي وش هو الهدف تاعهم. عبالي باللي راهم حابين يطلعوا ولادي ولادكم للجبال به يولوا كيما هما يقتلوا الناس ويحقروا ويكفروا ويقتلوا ولاد والعجايز ويعذبوا الكبير والصغير. مامي ولو ما يرحمونيش حتى أنا ثاني، هما قتالين والفوا يذلوا الناس ويستعبدوهم، والفوا يلقوها بالسهل ويحقروا المساكن. بصح أنا مستحيل نقبل بهذا الشيء، مستحيل نمدلهم دور من عندي ياكلوا ويشربوا ويعيشوا على كتفي والله ما يشوفوها. بصح كامل نكونوا يد وحده، ولازم نخلوهمش يدخلوا بيناتنا، ما تمدولهمش الماكله والدراهم، ما تمدولهمش ولادكم بناتكم، يا لو كان يسرى وش يسرى. راكم تسمعوا؟ جاوبوا قاع بإيه. نساع مامي وعماتي ويما مام كانوا يسمعوا، بصح كانوا بزاف خايفين، حتى أنا خافت. بصح قعدت نسمع في الهضرة تاع جدي. راح الحل وراحوا يرقدوا، وقعدوا 2 من عمامي فوق السطح يعسوا، لأنه جدي وصاهم يديروا نوبة، يعني دالة بدالة. طلع النهار وما صرا والو. بصح في اليوم اللي موراها جاو الإرهاب عند جدي، كان الليل وظلام وش تاخد من السماء. قعدوا يخبطوا في الباب ويقولوا افتح الباب مانيش راح نضرك، جيت نتفاهم معاك، حل الباب ولا راك تخلصها غالية. وقعدوا يخبطوا في الباب ويهدوا في جدي. احنا كنا راقدين حتى لقيت يما تنوض فينا انا وخواتاتي، وداتنا كامل شمبرة عمتي الصغيرة، وكانوا عندها بنات عمي وولاد عمي، وكان في يدها سلاح، كانت حاطة الشاقورة وموس قدامها، كانت قوية بزاف.
وهي الوحيدة اللي كانت متخافش من الإرهاب على خاطر خسرت حبيبها على جيلهم. قتلوه وبعثوا راسه البلدية، كان عسكري مسكين مات شهيد الله يرحمه. عمي صغير كان هو ثاني معانا، وثاني هاز في يده شاقورة وسيف كبير، وبابا وعمامي مع جدي، وعمي الكبير خرج رايح للكازرنة تاع العسكر يخبرهم، بصح كانوا بعيد علينا حوالي 2 سوايع باش تلحق لهم. عمي قدر يخرج بلا ما يفيقولو، بصح كانوا بعيد علينا حوالي 2 سوايع باش تلحق لهم. عمي خرج بلا ما يفيقولو، كان عندنا 3 بيبان، خرج من الباب اللي خرج لطريق الغابة، دار الكوراج كبير وربي كان معاه. واحنا الصغار قاعدين نبكو، وانا كنت ندعي ربي يسلكنا ويكون معانا. كانت الحالة ما تشكرش، تريسيتي تروح وتجي وعائلتنا كامل خايفة. وواحد الإرهابي يقدر يصوتي دخل المراه تاع الدار، وقعد متخبي ولحقوه 2 إرهابيين، بصح بابا شافهم وشد الموس وراح موراه وضربه ضربة في كرشو. بصح جا واحد الإرهابي وحكم بابا وضربه، بصح جات ضربة في رجله. سمعنا عياط بابا وانا كنت نبكي ودموعي سايحين وكانوا سخونين يهبطوا من عينيا. راح عمي صغير يجري لانه كان عندنا، وعمتي غلقت الباب وراه، وصل عمي وضربهم بالشاقورة باه ما يديرش الحس بالسلاح ويعرفوا بلاصتهم. ضربهم عمي بالشاقورة جايبهم في الارض، ماتوا الكلاب من الضربة الاولى. كانوا خوافين كي يجتمعوا برك لي ولوا أقوياء، وعمي عرف هذا الحاجة وقالهم لازم ما يجتمعوش قاع في ضربة واحدة. قعد الإرهابي يخبط في الباب وإحنا قعدنا نعيطوا به يسمعونا قاع الدوار ويجوا يعاونونا. كنت نعيط وماما تعيط وعمتي ثاني يعيطوا. قدر واحد الإرهابي يفتح الباب اللي مقابل الغابة، وهو الباب اللي خرج منه عمي، ونسا ما غلقوش مليح وقعدوا يدخلوا منه كالجراد، ونسمعوا غير في صوت السلاح. وجدي يعيط الله أكبر الله أكبر يا فاجرين، اخرجوا من داري اخرجوا، ما نحبش واحد يعفس برجله أرضي. اللي قدم من عائلتي وداري يدير في حساب وراه ميت. أنا الاستعمار وما خفتش منه، نخاف منك أنت. نخاف منك أنت يا حمد يا رخيص كلب، قدم قبلني راح تموت ونعلق لك راسك في وسط الغابة. وإحنا كنا نسمعوا في الإرهاب غير يضحكوا. في الأول حكموا عمي كان أساس مورا الباب وقعدوا يعذبوا فيه بالعقل، قطعوا له صبعه ويده، من بعد قطعوا له بالموس رجله، وعمي قاعد يقول الله أكبر الله أكبر. تسمع فيه غير يتوجع ويعيط، يقول يا بابا يا بابا، ويقول له حمد يا الخبيث يا ولد الجية راح تخلصها. حتى حكم السلاح ودير عليه جاتو في راسه ومات عمي. وقعد حمد الإرهابي يضحك ويقول لجدي راح وليدك شحال بقاو باه نكمل لك زريعتك. جدي طاحوله 2 دمعات من عينيه، وجدة بكات وقالت وليدي شهيد وزغرتت عليه. وعمتي اللي كانت معنا شدت بكيتها وخرجت وقالت لي يغلق الباب مورايا، وعطاتني موس في يدي وانا صغيره. وليد عمي اسامه رافد موس وخيوته قاع شادين حاجه. خرجت عمتي وانا غلقت الباب بكل جهد، خرجت تحوس على أحمد باه تقتلو وتنتقم منه هو بالذات. راحت عمتي تخبت في شومبر قديمة خارج المراح، وكي شافها بابا تبعها وخاف عليها وما قدرش يمنعها. راحت عمتي تقابر وتشوف حتى تسمع صوت أحمد وليد الجية يضحك ومعاه 2، وهو يقولهم لازم اليوم نفروها ونطلعوا معانا خالد. وخالد هذا هو عمي اللي خرج راح يجيب في العسكر. قالت عمتي البابا اضرب بسلاحك 2 هذوكا وحمد عليا. خرج بابا بالعقل بلا حس وعمتي معاه، جاهم من اللور وتلقى رصاصة جات في راس الإرهابي الأول، والثاني هرب وشد سلاحه تيرا، بصح معرفش منين جات الضربة، خاطر بابا كان مورا البتية تاع الماء. أحمد شافه وشد سلاحه ومعول يقتل بابا. راحت عمتي من جهة الأخرى وطيشت جبتها في يد الإرهابي الثاني وقعد شادها، وعمتي هربت تحوس على أحمد. شافته رايح لجهة بابا وقفلوا في وجهه وسلاحه في يده وقالوا اليوم نقتلك. أحمد ثاني كان شاد سلاحه، بصح عمتي جاتو من اللور وقاتلوا أحمد تفكر صوتي يا رخيص، بالخف نسيتي صوتي بعدها؟ فكرني شحال قتلتي من واحد، 10 ولا قتلتي أكثر؟ عبالي بك رخيص وخبيث، بصح ولد عمك هو اللي حبيبي وخطيبي، علاش قتلته؟ عليه واش دار لك خويا مسكين؟ عليه؟ وخالد عليه راك تحوس عليه؟ الشهادة وما نخليكش تشهدها. وتيرت عليه في راسه وقتلته. مات الإرهابي المجرم، مات أمير الجية. وفرحنا هذيك الفرحة كانت كبيرة، وعمتي بصقت في وجهه وقعدت تزغرت وتعيط يما بابا مات قتلته، وتزغرت وتقول الله أكبر الله أكبر. جا بابا شدها وعاود دخلها للدار. الإرهابيين الآخرين قعدوا متخبين في الدار وكانت نيتهم يدوا البنات،
وكيما قدروا يديروا والو. جا واحد يفتح الباب علينا كي سمع البكاء وقعد يخبط في الباب تاع اللوح، خفت يتكسر، قعدت نعيط بابا وين راك بابا، ارواح يا جدي ارواح راهم جاو بابا وين راك يا بابا. وخويا يقول الارهابي روح منحلش روح، تقدم نتيري عليك واحنا اصلا بلا سلاح. وأسامة يقولوا يا خبيث نفتح بوس عينيك، تقدم حسب روحك ميت. وأنا خلاص فشلت وقعدت نبكي، دخلت في حالة هستيرية، كنت نستنى غير وقتاش يحلوا الباب ويدخلوا علينا، وبنات عمتي وعمي زعما شادين الباب وما قدرتش، فشلت صعيبة بزاف، حسيت الموت لحقت ليا. بصح الإرهابيين كانوا يضحكوا في ضحكة الأشرار، غير اللي مجربينها يعرفوا ضحكتهم، تحس روحك في فيلم تاع رعب. وكنت نستنى غير وقتاش تخلص هذيك الحكاية وأنا عارفة في تفكيري. وفجأة في هذيك اللحظة نسمعوا في الرصاص، عرفنا بلي العسكر جاو السبوعة، الإرهاب جراو هاربين وبداو يصوتوا هاربين جهة الجبال. بصح جدي قاعد يطير عليهم وبابا يرمي في الحجر والبلوك عليهم، طاحوا 3 منهم وصوتوا الآخرين هربوا. بصح العسكر قدروا يقيسوا شحال من واحد فيهم ويقتلوهم. بعض الإرهابيين قدروا يهربوا، بعدها دخلوا العسكر لدارنا، وهذوك 3 اللي طاحوا قروا على صحابهم وين المقر تاعهم وين حابين يديروا الخطة تاعهم المرة الجاية. وقالوا كنا راح نفجروا دار كل السكان تاع هذا الدوار، بصح تعطلت لينا البومبات برك. نحنا ثاني كانوا حابين يفجرونا، بصح في الاخر كل واحد ادى الجزاء تاعو، كاين اللي تحبس وكاين اللي قتل روحه وانتحر. وهنا عمامي وخاوتي ولاد عمامي كامل دخلوا الحرس البلدي وداروا قدامنا كازرنا تاع العسكر، وهدات الحالة الحمد لله. انا دركا راني متزوجة ولاد عمي أسامة، وعندنا طفل وطفلة اسمهم إلهام والاخر اسمه صابر. والسلام عليكم، نتمنى تكون عجبتكم القصة، وهذه هي حكاية اليوم.